الانتخابات التركية وعنوان الواشنطن بوست أن أخطر انتخابات ستمر على العالم هي الانتخابات التركية. الجميع في العالم اصطف صفا واحدا ضد رجب طيب أردوغان. يعني أمريكا تحرك العالم الآن عبر الدول التابعة لها وعملائها وعواصم القرار الغربي لدعم الأحزاب العلمانية، وحتى حزب الإخوان المسلمين اللي زعيمه بالأمس قال إنه هم ضد عودة آيا صوفيا مسجدا وهم يريدونها مكانا للسياحة والاستجمام. ولذلك أردوغان حتى لو كان مشروع شخصي ومشروعه غير إسلامي، الغرب لا يريد حتى إسلام على الريحة أو سكر خفيف. الغرب يحقد على الإسلام بكل بشتى الوسائل، يريد عدم عودة الإسلام للمنطقة. أسقطوا عمران خان في باكستان، انقلب عليه الجيش، وجاءوا بأخو نواز شريف. يعني أي لو بيشموا ريحة إسلام والله إسلام طالع من خمارة ما بدهم إياه الغرب. ولذلك اتحد الشرق والغرب على إسقاط هذا الرجل. فأنت مع من تقف حتى لو كان مشروعه شخصي ما بدهم إياه. يعني هو الزلمة بقول لك أنا مش مشروعي، مش واضح المعالم مشروعه. يعني بقول لك حتى لو كان مشروعه شخصي، فأنت مع من تقف؟ تقف مع كمال أتاتورك في قبره أم مع أردوغان الذي سيقول بإلغاء معاهدة لوزان في 24/6؟ وهذا يشكل خطر كبير لعودة تركيا دولة عظمى، لأنه أنت إذا انتهت اتفاقية لوزان واتفاقية الإذعان في أشياء كثيرة بدها ترجع لتركيا. الشواطئ بدها ترجع لتركيا المقابل لليونان، جزر بدها ترجع لتركيا. تركيا يمكن تطالب في كثير من الأجزاء اللي فقدتها بعد هذه الاتفاقية. تركيا ستكون من المصدرين للغاز، تركيا ستكون من أكبر الدول وأعظمها في المنطقة شئنا أم أبينا. فأنت مع من تقف؟ مع أردوغان أم مع كمال أتاتورك عبر كمال كلجدار أوغلو؟